اولمبيكاس في مباراه اليوم. يدخل بالاسماء التاليه: ماجد مختار في حراسه المرمى، في الدفاع يحيى عطيه الله، كاسي ماتياس، كلاوديو رافائيل، انس نيه، ثلاثي خط الوسط محمد امين الصبار، كماليه الحاج، محمد حمدان، والخط الهجوم يقوده كولمنتوني، اومايارو، حمزه خابه ومحمد المرابط. هذه التشكيله الاساسيه للفريقين معا. خوان كارلوس غاريدو المدرب اللي اكيد سيواصل قياده فريق الرجاء الرياضي لموسم اخر بعد ما تم تجديد الثقه والفاد المدرب خوان كارلوس غاريدو بطبيعه الحال في اطار الاستمراريه والحفاظ على الاستقرار التقني لفريق الرجاء الرياضي، وكذلك الاعداد للاستحقاقات المقبله. جاء قرار تمديد عقد خوان كارلوس غاريدو خصوصا بعد النتائج الايجابيه التي بصم عليها رفقه فريق الرجاء الرياضي سواء على مستوى البطوله الوطنيه وكذلك كاس الكونفدراليه الافريقيه، بالاضافه الى ذلك انتظار استحقاقات مقبله. مباراه مهمه وحاسمه من اجل التاهل لدور مجموعات كاس الاتحاد الافريقي وكذلك المشاركه في الكاس العربيه. وقلت لقاءات مهمه تنتظر فريق الرجاء الرياضي، سيكون اقرب بطبيعه الحال هو مواجهه زاناكو في منافسات كاس الاتحاد الافريقي، وبذلك خطوه ستكون مهمه بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي بقياده هذا المدرب خوان كارلوس غاريدو. اذا فقط ننتظر الصافره في مباراه بطبيعه الحال قلنا تجرى بدون جمهور. نتمنى الا يتاثر الفريقين معا بهذا المعطى، خصوصا وانه نعلم اللقاءات التي تجرى هنا بمدينه الدار البيضاء مركب رياضي محمد خامس، لقاءات فيها اجواء حماسيه تكون دائما في المدرجات، لكن اليوم بطبيعه الحال ستكون غائبا. طلقت المباراه، طلقت معها التطلعات والاماني والانتظارات من جانب جماهير الفريقين. الكره اللي فاتت فريق اولمبيكاس في الجاليوم العرضيه مشات جانبا. اول فرصه لفائده فريق لاصيس على مستوى الجاليوم، تمشي بعيد على مرمى الحارس انس سليتي. سيلال كان من جانب محمد المرابط، ركله مرمى لفائده فريق الرجاء الرياضي. لقاءات الجوله ولقاءات المؤشر عن الجوله 21 خدمت مصالح فريق المغرب التطواني يوم امس حينما تمكن من الفوز على فريق الدفاع الحصري الجديد، وبذلك خطوه من الخطوات التي تنتظر فريق المغرب التطواني هذا الموسم في رحله البحث على الانتصارات وتامين البقاء في الدوري الوطني. كان انتصار مهم على حساب واحد من الفرق التي تنافس في مقدمه ترتيب فريق الدفاع الحصري الجديدي. بقيه اللقاءات المؤجله عن هذه الجوله 21 اليوم: شباب الريف الحسيمي الوداد الرياضي 0-0، ونهضه بركان كذلك يكتفي بالتعادل السلبي 0-0 من فريق سرعواتزم. نتمنوا كذلك مباراة الثالثة اليوم تكون شبه الاصفار، نشوفوا اهداف، نشوفوا فرص، ونشوفوا اكيد محاولات ولقاء يليق بقيمه هذا المواجهه. كره مشات الجهه اليسرى لفائده فريق اولمبيكاس في البحث على التسديد. طوني لعبه في الجهه اليسرى دي خطيره، اول فرصه لفائده فريق اولمبيكاس في تمشي محاذيه على مرمى الحارس انس السيتي. إذا كانت فرصة حقيقية لافتتاح حصة التسجيل من جانب فريق الأوسياس، لعبات من جانب محمد المرابط في اتجاه طوني. شوف عملية ديال التهيئة، التسديد، الكرة تمر جانبا على مرمى الحارس أنس سليتي. إذا فرصة اللي ضيعها محمد حمدان، يعني كان بامكانه افتتاح حصه التسجيل لفائده فريق اولمبيكاس. على ذكر محمد حمدان اليوم يدخل رسمي في هذه المقابله. يعني تشكيل المدرب محمد امين بن هاشم لم يغير لاربع مباريات كما تقول القاعده. الفريق الذي ينتصر يعني يلعب في المباراه المقبله المواليه، وبذلك محمد امين بن هاشم التغيير الوحيد هو في هذه الجوله وفي هذا المؤشر هو محمد حمدان يدخل مكان عبد الحفيظ ليركي اللي تصاب في المباراه الماضيه، المباراة اللي كان حقق من خلالها فريق اولمبيكاس في الانتصار على حساب فريق الكوكب المراكشي. نتائج جيدة لفريق الوصيس 4 خلتنا الفريق الآن يبقى واحد من الفرق اللي تقترب يعني تدريجيا من المراكز الأولى، وبذلك ربما تكبر الطموحات خصوصا يعني بعد هذه المواجهة. كيف ستكون معطيات من جانب فريق اولمبيكاس كذلك من جانب فريق الرجاء الرياضي، باعتبار انه الاوسيس يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطه بفارق نقطه عن فريق الرجاء الرياضي. اولمبيكاس في 4 ديال الانتصارات متتاليه، قلت انعشت طموحات الفريق المسفيوي اللي يقدم عروض جيده رفقه المدرب محمد امين بن هاشم. بطبيعه الحال
اللقاءات الاخيره الفريق كان فاز في الجوله 18 على النهضه البركانيه 1-0. الجوله 19 يفوز على الراسينغ الرياضي بهدفين مقابل واحد، وفي الجوله 20 فاز على بميدان الفريق اولمبيك خريبكا بهدفين دون مقابل، ثم الفوز على الكوكب المراكشي في الجوله الماضيه. وبذلك قلت 4 ديال انتصارات مهمه بالنسبه له سيصل ان تجعله في المركز الخامس، فيما الرجاء الرياضي اللي عنده 2 لقاءات مباشره، لقاء اليوم وكذلك لقاء امام فريق شباب اطلس خنيفره. يعلم جيدا بانه اليوم يعني فرصه مهمه بالنسبه للفريق الاخضر لتحقيق الانتصار، سيقوي من حظوظ الفريق الاخضر في المنافسه بقوه على لقب هذا الموسم. صراع كبير، صراع كبير قلنا بين انديه اتحاد طنجه، حسنيه اكادير والرجاء الرياضي، يعني 3 ديال الانديه اللي ربما اتضحت المعطيات بشكل كبير فيما يخص المنافسه على اللقب. كذلك ما نساوش المتابعه من جانب اولمبيك اسفي والجيش الملكي ولا بقيه ديال الوداد. كان قلت الى حدود لحظه نشوف محاوله خطيره لفائده فريق الرجاء الرياضي، مشات من الحافظي مباشره بين يدي الحارس ماجد مختار. هذه كانت فرصه لفائده فريق الرجاء الرياضي. شوف كرة في العمق بطريقة الجميلة والتسديد، لكن الكرة كانت عرضية. محمود بن حليب يلعب كرة في العمق في اتجاه الحافظي، لكن التسديدة ما كانتش بشكل قوي. تعود كرة في خط الوسط فريق اولمبيك اسفي، مطالب الخطر لفريق الرجاء الرياضي. ماذا يقول الحكم؟ يقول وصلوا اللاعب، يشير الان تماس او التسلل، بالفعل تسلل في اللقطة الأخيرة. إصابة الحافظي على مستوى الوجه، كان طالب فريق الرجاء الرياضي بضربة خطأ من خلال الكرة الأخيرة. نشوفوا الإعادة، كان ضرب من جانب كمالية الحاج، يعني كانت بين قوسين كانت من جانب كمالية الحاج، لم ينتبه الحكم لهذا اللقطة، لذلك كان طلب بمواصلة اللاعب. كان هناك خطأ لفائدة عبد الإله الحافظي، خطأ واضح في اللقطة الأخيرة، كانت سريعه من جانب كمال ايت الحاج متوسط ميدان فريق اولمبيك اسفي. تعود الكره لفائده الحارس انس الزيتي، صراع كبير. اتحاد طنجه حسنيه تقدير الدفاع الحسني الجديدي، الاتحاد الذي يتصدر برصيد 41 نقطه، فيما الحسني مركز الثاني برصيد 39 نقطه، والمركز الثالث للدفاع الحسني الجديدي والرجاء الرياضي ب 35 نقطه. مع قلت يعني 2 ديال المباريات منقوصه بالنسبه للرجاء، مباراه اليوم امام اوسيس والمباراه المقبله امام فريق شباب اطلس خنيفره. اكيد هذه 2 ديال اللقاءات اللي مؤجله. برنامج سيكون حاسم بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي، برنامج من اللقاءات التي ستحدد بطبيعه الحال مسيره الفريق الاخضر. نهايه هذا الاسبوع يستقبل فريق الفتح الرباطي، ثم قلت عنده لقاء مؤجل فريق سريع واتسم غيلعب في بطبيعه الحال امام فريق الوداد الرياضي الديربي، ثم سيرحل لمواجهه الدفاع الحسني الجديدي، ثم يرحل لمواجهه شباب اطلس خنيفره، اللقاء المؤجل الذي سيجرى يوم 25 ابريل. وبذلك هذه كلها لقاءات قلنا مهمه بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي. بالاضافه الى ذلك لقاء كاس الاتحاد الافريقي امام فريق زاناكو، لقاء الذهاب سيجرى بزامبيا يوم السبت 7 ابريل في حدود الساعه الثالثه زوال التالية بتوقيت المغرب. مباراة اللي سيقودها الاثيوبي باملاك تسيما، فيما لقاء الإياب بأرضية هذا مركب رياضي محمد الخامس. المباراة ستجرى إما يوم 17 أو 18 من أبريل، مباراة اللي سيقودها الحكم الجزائري مصطفى غربال. إذن هذه المعطيات فيما يخص فريق الرجاء الرياضي، لقاءات قلت حاسمة بالنسبة للفريقين معا، للرجاء وكذلك حتى أولمبيك اسفي على ذيك لوسيس. يعني شاءت المعطيات أن تضع رفقة هذا المدرب محمد أمين بن هاشم في مواجهة 3 أندية تصارع على اللقب. اليوم يواجه فريق الرجاء الرياضي، نهاية هذا الأسبوع سيرحل لمواجهة فريق اتحاد طنجة، ثم بعد ذلك سيستقبل فريق حسنية أكادير. إذن كيف سيناقش محمد أمين بن هاشم وأولمبيك اسفي 3 ديال المباريات اللي قلت صعبة قوية بالنسبة لفريق أولمبيك اسفي. تحقيق نتائج ايجابيه ربما يعني تمنحها قول او تجعلنا نشوف واحد من الاسماء اللي ربما ما كانش متوقع انها تنافس على المراكز الثلاثه الاولى فريق اولمبيك اسفي. امر يبقى بطبيعه الحال، كل الاحتمالات تبقى وارده
بالنسبه لفريق اولمبيك اسفي، خصوصا انه اليوم يعني يدخل هذه المقابله بمعنويات مرتفعه امام فريق الرجاء الرياضي. الرجاء الرياضي اللي يقول اليوم جوج ديال الغيابات مؤثره، خصوصا على مستوى خط الدفاع. غياب كل من اسماعيل بن المعلم، باقي 4 ديال الانذارات، 3 مع اتحاد طنجه، 1 مع فريق الرجاء الرياضي، ثم بدر بانون لاعب اللي اصيب في التجمع رفقه المنتخب الوطني. المقابل يستعيد خدمات كل من عبد الكبير الوادي والعبدي، جوج ديال الاسماء اللي كانت غابت بسبب الاصابه. الى حدود دقيقه 9 لا شيء يذكر، ربما ابرز فرصه نقدروا نقولوا فرصه اللي كانت لفائده فريق الاو سي اس. محمد حمدان التسديده مشات بعيده على مرمى الحارس انس زنيتي حارس فريق الرجاء الرياضي. بوطيب والحافظي حوار على رقعه الميدان في انتظار كيف سيكون الحوار في هذه المواجهه بين اولمبيك اسفي وفريق الرجاء الرياضي. خوان كارلوس غاريدو يعلم جيدا بانه الطريق يعني قد تكون معبده، لانه فريق الرجاء الرياضي يناقش معطيات هذه المباريات قلت الحاسمه والمهمه بالنسبه للفريق الاخضر، خصوصا اللقاءين المؤجلين. أين أكيد تحقيق الانتصار سيجعل الرجاء يتصدر بطبيعة الحال الدوري الوطني لجانب فريق الاتحاد طنجة، لكن قلنا بأنه يعني هناك لقاءات لي بطبيعة الحال مهمة لكل طرف، حتى فريق أولمبيك اسفي لذلك اليوم فمباراة يمكن أن نقول نتيجة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات. لماذا قلت على كل الاحتمالات؟ لأنه الأو سي اس معنويات مرتفعة. نشوفوا هذه المحاولة، هذه خطيرة، تصدي جيد من جانب انس سنيتي، دخل بشكل مميز. ثاني فرصه لفائده فريق اولمبيك اسفي. قلت معنوياته جدا مرتفعه، واليوم يريد ان يؤكد ذلك في النتائج الايجابيه. شوف خاب يسدد الكره، لكن هناك متابعه وتالق من جانب الحارس انس سنيتي، يعني اسيست من محمد المرابط. وحمزه خاب كان يبحث على التسجيل الهدف السابع له بقميص اولمبيك اسفي. يضغط فريق الاو سي اس، يضغط فريق الاو سي اس الاقرب للتسجيل في هذه الجوله الاولى الى حدود دقيقه 11. يعني جوج ديال الفرص اكتسبت طابع الخطوره. الاولى مشات من طرف محمد حمدان فوق مرمى انس سنيتي، والثانيه تبعنا كيف كان تالق الحارس الرجاوي في ابعاد هذا الفرصه السانحه لتسجيل فريق اولمبيك اسفي. سيعاقب فريق الرجاء الرياضي الاو سي اس بعد تضييع هذه الفرصتين. سنتابع معطيات هذا المقابله. كره مشات اماميه، متابعه من جانب الدفاع، يقول الحكم يشير بتسلل. خطا لفائده فريق اولمبيك اسفي، سيلعب من كلاوديو رافائيل سانتوس، تمشي لكاسي ماتياس، موجه المراقبه في دفاع فريق اولمبيك اسفي. كره في خط الوسط، يضغط فريق الرجاء الرياضي في خط الوسط. نشوفوا كره ديال من جانب انس السنيه، تمشي امامي على مستوى الجهه اليمنى دائما محمد مرابط، ترفع كره محمد امين الصبار بطريقه جميله. شوف عمليه ديال التمرير كانت ذكيه من جانب محمد امين الصبار في اتجاه حمزه خابه. يبقى واحد من الهدافين الجيدين في هذا الموسم، هداف فريق اولمبيك اسفي اليوم. حوار خاص بين كل من محسن يجور، هداف الدوري الوطني الاحترافي برصيد 14 هدف، فيما حمزه خابه هداف اولمبيك اسفي برصيد 6 ديال الاهداف. الهدف السابق لفريق الجيش الملكي يؤكد حضوره في هذا الموسم رفقه الفريق المسفيوي. من جديد في خط الوسط مشات من طوني، يغير اتجاه اللاعب، توصل لأنس النية في الجهه اليمنى. يبان الى حدود لحظه الرجاء الرياضي مازال ما دخلش في اجواء هذه المقابله، والافضل هو فريق اولمبيك اسفي. تلعب كره اماميه، يركزون بشكل كبير على الخط الدفاع فريق الرجاء الرياضي، لانه قلنا التغييرات اللي تحدث من مباراه لاخرى ما كاينش هناك استقرار بالنسبه لدفاع فريق الرجاء الرياضي. تارة اختيارات المدرب خوان كارلوس غاريدو، وتارة الاصابه كما وش اليوم. غياب قلنا البدر بطبيعه الحال بدر بانون، وكذلك اسماعيل بن المعلم. شوفوا اليوم والحاج عبد الرحيم الشاكير يتواجد في محور دفاع فريق الرجاء الرياضي. عبد الرحيم الشاكير يعني في كل مباراه نشوفوا عنده مركز جديد فريق الرجاء الرياضي، لكن لاعب يعني مقاتل بهذا المفهوم، لاعب لي منذ قدومه لفريق الرجاء الرياضي قدم الاضافه صراحه يعني في كل الادوار اللي لعبها رفقه الرجاء. تابعوا هذه المحاوله لانسلام زكريا حدرف عرضيه هذه فيها الخطوره، تدخل في الوقت المناسب من جانب حارس مرمى فريق اولمبيك اسفي. تمشي هجمه مضاده سريعه، خط الوسط من الناس النيه، يتدخل من يتدخل خضروف
الحكم يقول خطا لفائده فريق الرجاء الرياضي. اذا تدخل عرض عظيم خضروف، كانت فرصه في الجهه اليمنى انسلال زكريا حدراف، انسلال جيد نتابعه لعدم من جديد، تمكن من التمرير لكن الحارس يتدخل ماجد مختار والابعاد من كمال ايت الحاج. اولمبيك اسفي في محاوله اخرى. هذه اللحظات شوفوا الاعاده، محاوله الفرصه، نمشيو لفرصه اولمبيك اسفي، هذه فيها الخطوره، سددها لكن بعيده، سددها بشكل غير موفق. انس النيه يحسب لفريق اولمبيك اسفي اليوم يلعب مباراه هجوميه مفتوحه من فريق الرجاء الرياضي، وقليله هي الانديه اللي يعني تلعب بهذه الطريقه امام فريق الرجاء الرياضي بميدان. اكيد حتى غياب الجمهور فمن العوامل اللي ستكون مؤثره بطبيعه الحال بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي، ونعرفوا دور جماهير فريق الرجاء الرياضي في تحفيز اللاعبين وفي الرفع من رتم المقابله. لكن حتى اولمبيك اسفي ما نساوش فريق اللي يناقش كل مقابله بمعطياتها، ومحمد امين من هاشم قلنا يعني نتائج هذا الموسم فتؤكد العمل الكبير الذي يقوم به محمد امين بن هاشم رفقه فريق اولمبيك اسفي، كما هو الشان بالنسبه لاخوان كارلوس غاريدو رفقه فريق الرجاء الرياضي. ليما مابيدي، كره لفائده انس سنيتي، تمشي لمحمد الحاج، والحاج للسنيتي، سنيتو امام خضروف، يرفع كره اماميه في الجهه اليسرى لعبد الحافظي، الحافظي بحيث على الانسلال، الحافظي صراع كبير بينه وبين انس محمد المرابط في الجهه اليمنى، بالفعل صراع بينه وبين محمد المرابط. حكم يدخل يشير بخطا لفائده فريق الرجاء الرياضي. راك مربي حشومه وبعقلك وتقول حمار حشومه راه بعقلك استشهد غضبا، عرفت مالا بعقلك حشومه كاع اللاعبين والتقنيين ديال فريق الرجاء الرياضي كيبان بان هناك شيء يحدث اكيد تصل لكم الاصداء والصراخ محمد امين بن هاشم. اذا رجعوا المعطيات المقابله، ضربه خطيه يشير الحكم محمد الحيح لفائده فريق الرجاء الرياضي، ستلعب في الجهه اليسرى من عادل كاروش، يعود لتشكيل فريق الرجاء الرياضي. كاروش اللي ابتعد كثيرا عن مباريات فريق الرجاء الرياضي هذا الموسم، لكن يعود رسمي من خلال مباراه اليوم. نشوفوا كره الجهه اليسرى الحافظي يلعبها لكن بشكل ما كانش موفق، رجع لفائده عناصر فريق اولمبيك اسفي. خضروف قطره صغيره من محمد حمدان، وسط الميدان تمرير من طونيو مايارو، تلعب في الجهه اليسرى لفائده يحيى عطيه الله. محمد حمدان من جديد الطوري، حتى طريقه التمرير باللاعبين ديال فريق اولمبيك اسفي هذه واحده من الاشارات اللي قلت تؤكد بانه الفريق يعني يدخل المباراه ما عندوش ضغط اليوم، يعرف جيدا انه يواجه فريق من قيمه الرجاء الرياضي، يعرف جيدا ان هناك مجموعه من المعطيات ربما تخدم مصالح هذا الفريق. يبقى اهم وابرزها هو انه لقاء اليوم يجرى ويكلو بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي، وهذه قلت كلها معطيات يعني اشتغل عليها فريق اولمبيك اسفي استعدادا لهذه المواجهه امام فريق الرجاء الرياضي. كره في خط الوسط، تدخل عمر بوطيب، حكم يقول خطا لفائده فريق اولمبيك اسفي. 17 دقيقه يعني يقول فرصتين سانحتين للتسجيل بالنسبه لفريق اولمبيك اسفي، وفرصه كانت من خلال انسلال على مستوى الجهه اليمنى من زكريا حدراف لكن المتابعه من ماجد مختار. غير ذلك المباراه لم تبح باسرارها الى حدود اللحظه. عمر او محمد الحاج متابعه من الامام مابيدي اللي كان مستبعد يدخل مباراه اليوم، ما كان شارك رفقه منتخب بلاده اليوم يدخل رسمي. اكيد وجد صعوبات كبيره المدرب خوان كارلوس غاريدو على مستوى التشكيل في ظل الغيابات وكذلك عوده لاعبين عبادي اللي كان مصاب، لذلك شفنا اليوم يعطي الثقه لهذا اللاعب. نشوفوا محاوله رصاص هذه خطيره، ماذا يقول الحكم؟ يقول وصلوا اللاعب في الوقت كان هناك مطالبه بخطا لفائده فريق اولمبيك اسفي. تمشي سريعه لزكريا حدراف يلعبها في الجهه اليمنى لفائده لفائده الحافظي في منطقه الجزاء محمود بن حليب. الحافظي من جديد البحث عن العرضيه دي فيها الخطوره، فرصه لكن بعد في الوقت المناسب من طرف من طرف كلاوديو رافائيل هو اللي دخل في اللقطه الاخيره.
هو اللي دخل في اللقطه الاخيره. تلعب الركنيه بشكل سريع، مشيت كره رشاويه لفائده الحفيظي. الحفيظي يلعبها لمحمود بن حليمي، هي اليشور يشور لماما بيدي، السدد ارضيه، فرصه للرجاء الرياضي، لكن هناك المتابعه تجي من طرف كلاوديو، ثم الابعاد من انس نيه، ابعاد الكره، لكن الضغط يتواصل من جانب فريق الرجاء الرياضي. ارتفع رتم المباراه في هذه اللحظات. الحفيظي مشيت فرصه لفريق الرجاء الرياضي، لكن ما كاينش هناك خطا بالتسلل. يقول الحكم، يقول واصل اللاعب لماما بدا يقطع كره في خط الوسط، محاصر من جانب من جانب المرابط، تمشي لخضروف، خضروف يلعبها للحفيظي. الحفيظي تمريره في العمق، فكره ذكيه كانت من الحفيظي، لكن الابعاد من كاسي ماتياس. بدا يتحرك فريق الرجاء الرياضي في الوقت اللي شاف بانه اولمبيك اسفي بدا يكسب ثقه في معطيات هذه المقابله، بدا يبحث من اجل تسجيل الهدف. ونشوفوا اللقطه اللي كانت المتابعه، عمليه ديال التمرير ولا المتابعه من الحارس، واش كان فيها الخطا. نشوفوا هذه فيها شك، هذه يبان بانه يعني خلال ما يبان في اللقطه كان تدخل في اتجاه لاعب ديال فريق اولمبيك اسفي. يعني قلت هذه فيها شك بنسبه كبيره، يبان فيها شك، يبان فيها خطا لفائده فريق اولمبيك اسفي. نحاول ما نجمش، هذه حاله يجب التدقيق فيها، لانه شفنا في منطقه الجزاء كان تدخل مباشره في اتجاه لاعب فريق اولمبيك اسفي. الحكم قال وصلوا لاعب، شاف بانه التدخل كان سليم من جانب الحارس انس سنيتي. تواصل بذلك المقابله، تمشي لفائده فريق الرجاء الرياضي لماما لخضروف، لماما بيدي في خط الوسط، خضروف يلعبها لمحمد والحاج، والحاج في خط الوسط لماما بيدي. ما بيدي غير يبحث على التمرير، تلعب بشكل خاطئ من ما بيدي، مقطوعه من خضروف، مره اخرى مرفوعه من محمد المرابط في اتجاه طوري في الجهه اليمنى، والمتابعه من انس سيتي. جوج ثلاثه ديال الفرص الان لفريق اولمبيك اسفي، واخطاء ترتكب تؤكد قلت بالملموس انه الراسيس اليوم يعني اليوم يحضر للمركب الرياضي محمد الخامس من اجل العوده بالنقاط الثلاث. اقول العوده بالنقاط الثلاث لو بهذا الاسلوب وبهذه الطريقه، يعني فريق لا اظن بانه اليوم يبحث على التعادل. اولمبيك اسفي اليوم يبحث على تحقيق الانتصار امام فريق الرجاء. نشوفوا كيف ستكون ردة الفعل. مشات من زكريا حدراف بعيدة، سوء تفاهم بينه وبين محسن يجور في اللقطة الأخيرة. الرجاء مازال ما دخلش في أجواء المقابلة. رقم 32 في تاريخ لقاءات الفريقين، 31 مقابلة سابقة جمعت الطرفين. أول مباراة موسم 2004-2005، موسم صعود الرصيص اللي هي القسم الوطني الأول. نشوفوا المحاولة، نرجعوا المعلومة. هذا زكريا الحدراف يبحث عن العرضية، دي خطيرة في اتجاه محسن يشور، لكن يتدخل دفاع فريق أولمبيك اسفي، يبعد الخطر خارج الملعب. إبعاد اللي كان من طرف من طرف محمد المرابط، جناح الايمن لفريق اولمبيك اسفي. سيلعب التماس من عادل كاروشي، كاروشي يبحث على الحفيظي، الكاروشي يتمكن من التمرير والتماس. هذا المره يقول الحكم مره اخرى لعناصر فريق الرجاء الرياضي. اذا يلعب التماس انسيلا من الحفيظي بطريقه شويره، لكن في التدخل الثاني كان ابعاد من طرف مدافع فريق انس نيه، واللي كان دخل في اللقطه الاخيره. هذا تماس يلعب بشكل مباشر، الحكم يقول وصل، واللاعب يقول ما كاينش هناك خطا. انس نيه، صراع كبير بينه وبين الحافظ، يتدخل حكم المقابله. توتر الاعصاب بين الفينه والاخرى، تمنوا مباراه يعني توصل في الجو الرياضي. اذا تابعوا اللقطه الاخيره، ربما تستدعي من الحكم انه يوجه الانذار، لم تخن الصوره، يوجه الانذار للاعبين معه. محمد النحيح مباراة التمرين هو هذا الموسم، المقابله كان قادم مباراة الوداد الرياضي والمغرب التطواني، مباراة اللي كانت انتهت بالتعادل. سيرته اول مقابله مباراة بين النادي القريطري والمغرب الفاسي. 37 سنه هذا الحكم، بدايه تحكيم كانت سنه 2000، حكم وطني سنه 2008. اول مرة يقودها للرجاء في هذا الموسم، فيما هي الثانيه لفريق اولمبيك اسفي بما كان قاد مباراة اولمبيك اسفي والمغرب التطواني. خطا يقول الحكم لفائدة فريق الرجاء الرياضي في حدود دقيقة 23. إذا في انتظار تنفيذ الخطأ، تابعوا الانسلال اللي كان من
زكريا حدراف كان وراء المحاولة والانسلال في الجهة اليمنى لعب العرضية، لكن كانت متابعة موفقة من طرف الحارس رشيد مختار. وجه لاعبي فريق اولمبيك اسفي على مشيدة من واحدة من نقاط القوة في هذا فريق الرجاء الرياضي هي الكرات الثابتة اللي يستثمرها فريق الرجاء الرياضي في هذا الغياب النشاعة الهجومية إلى حدود الدقيقة 24 أن يكون الحل من خلال الكرات الثابتة. تبعوا الحافظ يلعبها بشكل مباشر لكن بعيدة، كانت جيدة لكن طريقة التنفيذ ما كانتش بشكل جيد من جانب اللاعب عبد الله الحفيظي اللي في تاريخ لقاءاته كلاعب الرجاء الرياضي من فريق اولمبيك السيفي لم يسجل ولو هدف في شباك فريق العصيص. اليوم يغير من المعطيات، يخرق القاعدة، قاعدة التواضع امام فريق اولمبيك السيفي. هذا قلت التواضع من فريق اولمبيك السيفي لانه نعلم جيدا من العصيص واحد من الفرق المشاكسة دائما في مواجهاته امام فريق الرجاء الرياضي. فريق دائما يقدم مباريات كبيرة وينتصر خصوصا بميدان، وقول خصوصا بميدانه. لذلك كان من الطبيعي اليوم أنه نشوفوا لقاء قوي في ندية بين الطرفين، بين الرجاء الرياضي واولمبيك اسفي. طوري في الصورة جناح الايسر للوصيص، تمشي كرة امامية مقطوعة للحافظي، هذه خطيرة خطيرة خطيرة، تمريرة كانت بدون عنوان من الحافظي. فرصة ثانية تتحرر لفائدة فريق الرجاء لكن العرضية لم تكن بالمليمتر كما يقال من جانب عبد الاله الحفيظي، ما كانتش مدققة من عبد الاله الحفيظي، غاب عن الدقة في التمرير في الوقت اللي كان بإمكانها تكون أبرز فرصة لفريق الرجاء الرياضي. انسلال من يجور في الجهة اليسرى، يجور والخطأ يقول الحكم لفائدة فريق اولمبيك اسفي. كان هناك مسك أظن من محسن يجور، قال الحكم كان قرار سليم في اللقطة الأخيرة. نشوف الإعادة، صار ايده المدافع ديال فريق اولمبيك اسفي، انتبه لذلك الحكم وغادي يشوف يعني ابرز فرصه لفريق الرجاء. عمليه التمرير ما كانتش بشكل جيد وقليلا ما يخطئ الى الحفيظي، افضل ممرر في البطوله الوطنيه في السنوات الثلاثه الاخيره. 8 ديال التمريرات حاسمه هذا الموسم لفريق الرجاء الرياضي. نتحدث على 8 حاسمة، نتحدث على 8 ديال الاهداف، وهذا معدل مرتفع من جانب عبد الاله الحفيظي كواحد قلت من الاسماء اللي مميز على مستوى التمريرات. في لحظه يعطيك الاضافه، واليوم ستكون الاضافه من محمد والحاج. وجماهير الرجاء تتخوف كثيرا اليوم على مستوى خط الدفاع فريق الرجاء الرياضي، اكيد امر طبيعي في كل مباراة ومباراتين هناك تغييرات دائما على مستوى دفاع فريق الرجاء الرياضي. تمشي أمامية من اتجاه الكاروشي، يفتقد للتنافسية. عادل الكاروشي يفتقد للتنافسية، ماذا بإمكانه اليوم أن يقدم في دفاع فريق الرجاء الرياضي والركنية لفريق أولمبيك اسفي في حدود دقيقة 26. إذا انتظروا تنفيذ الركنية. عادل الكاروشي عميد فريق الرجاء الرياضي في هذا المنطقة، يعني تعطى له العمادة في هذه المباراة، أكيد معنويا مهمة بالنسبة لعادل الكاروشي، ونعرفوا تعلق وحبه الكبير لفريقه. هذه محاولة مشيت هجمة مضادة سريعة من جانب محسن يشور، يلعبها في الرجل اليسرى لزكريا حدراف، تمشي لمحمود بن حليب، صعود كل من يشور وكذلك الحافظ، الاستلام من الحافظ لمحمود بن حليب، والحكم يقول خطأ لفائدة فريق الرجاء. الحكم يقول خطأ لفائدة فريق الرجاء الرياضي، يقوم بتنبيه لاعب فريق اولمبيك اسفي، تلعب بشكل سريع، مشات لزكريا حدراف، سدد لكن بعيدة بدون عنوان. هناك تسرع في اداء لاعبي فريق الرجاء الرياضي على خلاف فريق اولمبيك اسفي. لاحظوا ما كاينش هناك تسرع، التسديده كانت بعيده من زكريا حدراف، اللي كان بالامس القريب يواجه فريق اولمبيك اسفي بقميص الدفاع الحسن الجديدي. عرفوا لقاءات اولمبيك اسفي والدفاع الحسن الجديد لقاءات دائما فيها اثاره والتشويق، وفيها اكيد معطيات تخليها واحده من اللقاءات الممتعه. كمالية الحاج مكسب كبير صراحة لخط وسط ميدان فريق اولمبيك اسفي. تلعب الكرة امامية، محمد حمدان مشات اتجاه خابة، رجعت لفريق الرجاء الرياضي،
لفائده الحفيظي، تمشي في وسط الميدان لامام عبيدي يوصلها هناك لزكريا حدراف. زكريا حدراف ينتظر الصعود. عمر بوطيب يفضل يتوغل في منطقه الجزاء، فرصه سدد لكن شوف الحلول خائبه بتاتا بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي فيما يخص انسلالات زكريا حدراف في الجيل. تلعب الركنيه الثانيه لفريق الرجاء الرياضي. عمر بوطيب يبحث عن العرضيه. عمر نشوفوا خروج الحارس ماجد مختار. اختيار كان سليم، خروج في الوقت المناسب، طريقه مناسبه. لكن من بعد هذا الكره حكم يقول خطا، تلعب بشكل سريع ويلعب الخطا بشكل سريع لفائده فريق الرجاء الرياضي. كره في الجهه اليمنى لزكريا حدراف، مازال يبحث على الطريق في اتجاه الحارس بطبيعه الحال رشيد مختار على مستوى الجهه اليمنى. لازال يجد صعوبه كبيره في الاختراقات. هذه فرصه محمود بن حليب سدد مره اولى والثانيه تمشي جانبا. ابرز فرصه لفائده فريق الرجاء الرياضي في حدود دقيقه 29. محمود بن حليب مره اولى ثم الثانيه حاول افتتاح حصه التسجيل لفائده الفريق الاخضر. شفنا يعني هنا كيفاش موه سددها، متابعه من طرف الدفاع اللي دخل هو كلاوديو رافاييل، هو اللي كان دخل بشكل جيد وكان بامكانها تكون يعني كان بامكانها تحمل الخبر السار بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي في هذه المواجهه لولا التدخل الموفق والتغطيه من كلاوديو رافاييل. اذا ركله مرمى لفريق اولمبيك اسفي كتمشي اماميه، ابعاد من دفاع فريق الرجاء الرياضي. الرجاء الرياضي اللي فاز على فريق اولمبيك اسفي في التاريخ، اللي قتل الفريقين في 13 مقابله قبل استديال الانتصارات لفريق اولمبيك اسفي. 8 ديال المباريات سبيل التعادل. تمشي كره اماميه مره اخرى للرجاء، انسلالات، نشوفوا هذه الفرصه، تسديده سدد زكريا حدراف. شفنا الاولى لم تكن موفقه والثانيه كذلك، لكن الثالثه كانت اخطر من الفرصتين السابقتين وابرز فرصه من جانب زكريا حدراف، وهذه الثانيه لفريق الرجاء الرياضي. شوف هنا كيفاش نسل، شوف كيفاش يتمكن من التخلص من يحيى عطيه الله، يتوغل في منطقه الجزاء ضيق على الخناق كاسي ماتياس ويتحصل فريق الرجاء الرياضي على الركنيه الثالثه. تكون ثابته كاسي ماتياس الابعاد لماما بيدي في خطر وسط، ينتظر الدعم، يرجع كره لعبد الرحيم الشاكر الى جانب بوطيب في الاستقبال هناك على مستوى الجهه اليمنى، يتمكن من ذلك. كذلك نشوفوا يعني الصعود ديال خابي، يحاول والاخر يقوم دور دفاعي في الكره الاخيره مره اخرى الرجاء الرياضي. هذه العرضيه فرصه تمشي جانبا على محسن ياشور، كان بامكانها مره اخرى ان تكتسي طابع الخطوره. محمود بن حليب، هذه جميله من بن حليب، لعبت جميله، لكن الاجمل هو التدخل اللي كان من طرف المدافع انس النيه، واللي يعني فطن لهذا المحاولة وهذا اللقطة اللي كانت جميلة من لاعب فريق الرجاء. إذا بدأت تتحرك المقابلة في هذه اللحظات طبعا الحال إلى حدود دقيقة 31 بين الفين والأخرى، يتحسن أداء الطرفين، وكذلك نشوفوا بعد الفرص اللي ربما تعطينا مجموعة من الإشارات. أنا ونشوفوا إن شاء الله أهداف هذه المقابلة. قلنا جوج ديال المباريات اليوم 0 بعدها 0، لذلك نتمنوا أنا والجمهور أكيد اللي يتابع معطيات هذه المقابلة على الأقل في هذا اللقاء الثالث اليوم يشوف اهداف لقاء شباب الريف الحسيمي والوداد الرياضي، وكذلك اللقاء اللي كان قبل هذه المقابله النهضه البركانيه. وسريع نشوفوا مره اخرى في خط الوسط، هذا يقول الحكم يقول خطا لفائده فريق الرجاء الرياضي. توجيه العقوبه الانضباطيه للاعب الاساس خطا. شوفوا الاعاده واش بالفعل تستدعي توجيه الانذار لكمال التلحاش، تستدعي توجيه الصوت في اتجاه ظهر لاعب ديال فريق الرجاء. ابرز حالات تبقى الحاله الى يمكن تتاح الفرصه زي عند واحد العاسرين. نشوفوا الكره اللي طلب بها فريق اولمبيك اسفي بركله جزاء بعد ما كان تدخل من جانب انس ديتي. هذه تبقى ابرز حاله سجلت في هذه الجوله الاولى. اصابه لاعب فريق الرجاء الرياضي سلامات من اصابه ما تكونش مؤثره. نشوفوا هنا بالفعل خطا يستدعي توجيه الخطا، وكذلك العقوبه الانضباطيه للكمال ايت الحاج.
إذا في انتظار استئناف المواجهة. كل لاعبين بدون استثناء المهدي النمري الغائب العميد يغيب، لذلك عبد الحفيظ الرقي. الغيابات بالنسبه لفريق اولمبيك كتسبب كنقول ابرز هو العميد المهدي النمري. شوفوا الانسيله اللي كان من طرف اللاعب زكريا حدراب في الجهه اليمنى. اذا يوجه العقوبه الانضباطيه الحكم دار لكمال ايت الحاج، لاعب فريق اولمبيك اسفي. 33 دقيقه امين كانك تعيش كابوس. عموما كل مباراه مقبول بين قوسين. شفنا بعض الفرص اللي كان بامكانها تعطينا على الاقل واحد الهدف وهدفين في هذا الشوط، يعني من خصوصا من جانب فريق اولمبيك حتى الرجاء اتيحت له فرصتين، لكن ابرز فرصه شفنا كانت المتابعه من المدافع كارلوس كاريدو. مطلب اول والاخير من جماهير فريق الرجاء الرياضي هو تحقيق الانتصار في هذه المقابله. وفي واحد يعني في لقطه جميله محبره قبل هذه المقابله اثناء خروج لاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي من الفندق، فعدد كبير من جماهير فريق الرجاء الرياضي تحيي اللاعبين وتطالبهم بتحقيق الانتصار في هذه المقابله. وهذه رساله جميله اولا من جمهور فريق الرجاء الرياضي، وثانيا تؤكد القيمه ديال هذه المواجهه في مسيره فريق الرجاء الرياضي هذا الموسم في صراعه للمنافسه على اللقب. في ذلك كذلك الحضور قلت القوي لكل من اتحاد طنجه وحسنيه اكادير ولا الدفاع. ونشوفوا اسفل اليوم كيف ستكون النتيجه. هذه كل معطيات تخلي لقاء اليوم لقاء مهم للفريقين. معنا دي كره اماميه مشات لابعاد من طرف مدافع فريق اولمبيك اسفي. كلاوديو فقد التوازن، توصل في الجهه اليسرى اماميه، تغطيه من دفاع فريق الرجاء الرياضي. كان تدخل ديال عبد الرحيم الشاكر، رجعت من مابيدي ديال انس السنيتي. انس السنيتي مرة أخرى في اتجاه دفاع فريق الرجاء الرياضي. كاسيمات دفاع فريق اولمبيك اسفي كاسيماتيوس محمد المرابط في وسط الميدان يطالب الحكم مواصلة اللاعب الابعاد من كمال الحاج. الحاج حذاري اللي يحتج بها الان تكون مكلفة بالنسبة له، تكون مكلفة لأنه انذار آخر يعني الطرد من هذه المقابلة، وبذلك غتكون صفعة لفريق اولمبيك اسفي. بعض النرفز الزائده تكون لاحظوها في بعض المحاولات من اللاعبين. شوفوا كره في الجهه اليسرى، طوني يبحث على الانسلال، ما تمكنش من ذلك. عبد الرحيم الشاكر قام دور جيد. الحافظي يرد من جديد لخضروف للحافظي في وسط الميدان، يتوغل الحافظي كره غيبحث على التمرير في العمق في اتجاه من الحكم يقول خطا. الحكم يقول خطا ضد لاعب فريق اولمبيك اسفي، ضد محمد امين الصبار. نشوفوا الاعاده، عمليه ديال المسك في الكره الاخيره. وهذه كذلك طرح سؤال، واش الحكم يعني الان في اللقطه واش مفروض انه يوجه الانذار؟ لو كانت محاوله سانحه عمليه ديال المسك هذه ربما نقول بانه تساهل فيها الحكم المقابل. اذا عموما يحاول ما يمكن ما يختل يخرج المقابله، كل ما كان هناك انذارات كل ما غتزيد توتر الاعصاب، كل ما كذلك ربما المباراه تخرج على السيطره، ربما كل حكم عنده قراءته. لكن هناك بعض الحالات اللي كتكون واضحه. قلت ابرز حاله هي مطالبه اولمبيك اسفي بركله جزاء قلت فيها شك، والتدخل ديال انس سنيتي كان في اتجاه لاعب ديال فريق اولمبيك اسفي، وبذلك فشفنا الحكم كان طالب مواصله اللعب، قال ما كاينش هناك خطا. نعود لمعطيات المقابله، صراع في منطقه الجزاء. الرجاء يبحث على تسجيل الاهداف، وعبد الرحيم الشاكر من خلال كره ثابته الى جانب عادل الكاروشي والامام مابيدي. ثلاثه ديال اسماء تجيد التسديد الكره. نشوفوا بطريقه ذكيه هذه جميله من الحافظي، فكره ذكيه تمرير الكره في العمق في اتجاه الى الحافظي، لكن ما تمكنش من استثمار هذه الكره. تمشي لمجيد مختار في وسط الميدان، الامام مابيدي متابعه من طرف حمزه خابه يقول الحكم خطا ضد حمزه خابه. اذا تلعب الكره في وسط الميدان. شوفوا الاعاده، الكره اللي مشات في اتجاه الحافظي
استغل ضربة مقص هوائية. شوفوا كرة في العمق جميلة من الحفيظي، لكن يتم روايته كالعادة. كيتفضل لها اللاعب أنس النية اللي قام بدور مميز في الجهة اليمنى ديال فريق اولمبيك اسفي. إذا ستلعب الركنية من محمود بن حليب. 38 دقيقة، هدف هذا الجولة الأولى بإمكانه يغير الكثير في معطيات هذه المقابلة، أو بإمكانه يخلينا نشوفوا فرص أكثر وأهداف أكثر في هذه المقابلة. كرة مشات مقوسة خطيرة لفائدة فريق الرجاء الرياضي. وسط الميدان صراع كبير، محمد أمين الصبار من أولحاج إمام بيدي رجع يخاف للشاكر إلى جانب عمر بوطيب كذلك جانب زكريا حدراف يتمكن من التمرير. صعود بوطيب، شوفوا هذا الانسلال من زكريا حدراف كالعادة، انسلالته في الجهة اليمنى البحث الراسية، لكن هناك تغطية من كمالية الحاج. يضغط الرجاء الرياضي في هذه اللحظات وكذلك اولمبيك اسفي بين الفينة والاخرى، لكن ننتظر قلنا الهدف من جانب الفريقين في هذه الجوله الاولى. تكون معطيات الجوله الثانيه احسن من هذه الجوله الاولى. كما قلت مباراه يعني تبقى الافضل في لقاءات اليوم خلال الفرص، خلال كذلك الريتم، بعض الاحيان يرتفع الريتم. كرة في الجهة اليمنى عمر بوطيب، تمشي أمامية لمحمود بن حليب، زكريا حدراف لعمر بوطيب، أو العرضية من حدراف، حاول يلعب كرة في اتجاه محمود بن حليب، لكن دائما التغطية يعني تبقى الجيدة من دفاع فريق اولمبيك اسفي. يقول مقدمين لقاء جيد المدافعين ديال فريق اولمبيك اسفي، والمين يحيى عطية الله، كاسيماتياس، كلاوديو رافائيل وأنس النية. رباعي خطا للدفاع، كذلك ما نساوش المسانده والدعم اللي يكون كذلك من كل من محمد امين الصبار وكماليه الحاج، لاعبين الارتكاز في اللقاء اليوم، ادوار دفاعيه وكذلك ادوار هجوميه. نشوفوا انس الزنيتي يمشي في الجهه اليسرى لعادل كاروشي، يبعد كورتو في اتجاه محسن ياشور للحافظي، الاستقبال من زكريا حدرافي، هي كرة لمحمود بن حليب يبحث على المراوغة، لكن التغطية جت في الوقت المناسب من يحيى عطية الله مرة أخرى في الجهة اليسرى من أكيد من جانب فريق الرجاء الرياضي. تمريرة الحافظي، جوج ديال التمريرات حتى 3 تبدو العنوان من جانب الحافظي. صراع كبير بينه والحاج وكذلك حمزة خابة، يتوصل بكرة أنس النية، يوصلها لطوني في الجهة اليسرى، ينتظر صعود يحيى عطية الله في الجهة اليسرى، يتمكن من كورتو، يلعب العرضية دي خطيرة لفريق اولمبيك اسفي، ويتدخل محمد والحاج ويبعد الخطر، يبعد الكرة خارج الملعب، ركنية لفائدة فريق اولمبيك اسفي. يعتمد بشكل كبير على الأجنحة اللاعبين ديال فريق، على الأروقة اللاعبين ديال فريق اولمبيك اسفي، خصوصا الانسلالات اللي شفنا في الجولة الأولى كانت من الجهة اليسرى اللي تواجد فيها عمر بوطيب. اكيد ما كاينش كثافه على المستوى الشقه الدفاعيه، دي مقوصه بين يدي الحارس انس الزنيتي يلعبها في الجهه اليمنى. هناك محمود بن حليب يتقدم، من حليب يلعبها بشكل جميل، دائما الاعتماد على الكرات في العمق، لكن نقول بانه لاعبين ديال الفريق اولمبيك اسفي مقدمين الجوله الاولى تبقى جيده. ماذا قلت تبقى جيدة؟ لأنه أولا هدوا مرمى فريق الرجاء الرياضي في أكثر من مناسبة، كانوا الأقرب لافتتاح التسجيل. ثانيا كذلك التحول من الشق الدفاعي للشق الهجومي، وكذلك العكس يتم بواحد الشكل جيد يربك عناصر فريق الرجاء. كرة لوصيص في الجهة اليمنى، شوفوا المقطوعة خطأ، نشوفوا محاولة خطيرة يضيع ابرز فرصه فريق الرجاء الرياضي، يضيع ابرز فرصه محسن ياشور الجوليادور، كان بامكانه يسجل الهدف في حدود دقيقه 42. تابعوا معي الخطا اللي كان في الجهه اليمنى، الخطا اللي كان من جانب لاعب فريق اولمبيك اسفي محمد المرابط. زكريا حدراف عطى كره على الطبق من ذهب، شوف يعني ما تمكنش من حصر كورته محمد المرابط، قطع زكريا حدراف، لكن شوف حتى لاعب فريق اولمبيك اسفي ضيق على الخناق، وهذه قلت ابرز فرصه
بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي في هذه الجوله الاولى. الجوله يمكن ان نقول 5 حتى 6 فرص يعني من جانب الطرفين معا، لكن يغيب الهدف واللي ربما قلت سيعطي نفس اخر وخلينا نشوفوا معطيات اخرى في هذا المؤشر جوله 21 بين فريق الرجاء الرياضي وبين اولمبيك اسفي، جوج ديال الفرق اللي يبدو بانها هذا الموسم تريد ان تنافس بقوه طبيعه الحال. الرجاء بنسبه كبيره ينافس على لقب هذا الموسم، واولمبيك اسفي لمباغته انديه المقدمه، وتاكيد انه الحضور للاساس هذا الموسم ربما يكون حضور استثنائي لاحتلال احد المراكز الثلاثه الاولى. كره خطيره مشات للوسيط سير السنيه بحث على التسديد تسددها لكن بعيده مشات. تدخل من الحاج، تمشي الكره الركنيه لفائده طبعا الحال لفائده فريق اولمبيك اسفي. برافو عليك، برافو مرابط. نية انا راوغ بشكل جيد، سددها سريع. الحكم يقول هناك ركنيه لفائده فريق اولمبيك اسفي. نعيش لحظات الاخيره ديال هذه الجوله الاولى. التنفيذ من محمد حمدان وقوصا، فرصه خطيره من جديد، فرصه فيها الخطوره من جديد من كمالية الحاج، وكذلك كلاوديو رافائيل حاول ما امكن استغلال هذه الفرصه، لكن قلت كمالية الحاج شوف كمالية الحاج هو اللي لعبها واللي ضيق عليه الخناق، هو لاعب اولمبيك صافي. كلاوديو رافائيل ما تعاملش معاه بهذا الشكل، يعني قلت اللي ضيق عليه الخناق هو كلاوديو رافائيل المدافع ديال اوسيس. كمالية الحاج كان بامكانه يفتتح حصه التسجيل في هذه الجوله الاولى، ودائما التعادل السلبي 0 مقابل 0. اصابه كمالية الحاج منه اصابه ما تكونش موتره، واحد من اللاعبين اللي يقول فرضوا حضورهم في خط وسط ميدان فريق اولمبيك اسفي منذ التحاقه بالفريق من شباب اطلس خريفره. محمد امين بن هاشم يواجه بقيه لاعبي فريق اولمبيك اسفي، وبن هاشم اللي يعني معطياته ومواجهاته من فريق الرجاء الرياضي يتحصل على انتصارين، خساره وتعادل. أول مباراة لعبها كمدرب ضد فريق الرجاء الرياضي كانت أمام فريق وداد فاس، كان خسر بهدفين دون مقابل. هذه أبرز فرصة في اللحظات الأخيرة من جانب فريق أولمبيك اسفي، قبلها كانت لفريق الرجاء الرياضي. قلت أول مواجهة له كمدرب للرجاء كان فاز أو كان خسر بهدفين دون مقابل. بعد ذلك رفقة فريق الجمعية السنوية تمكن من تحقيق الانتصار على حساب الرجاء الرياضي. آنذاك الرجاء كان يدربه المدرب الحالي لفريق الوداد فوز البنصرتي رفقة محمد فاخر. الرجاء كان تعادل 0 مقابل 0 باسفي الموسم الماضي، ثم بهذا الموسم مرة الذهاب كان فاز محمد امين بن هاشم رفقة الوصيص على الرجاء الرياضي بهدفين دون مقابل. هذه مسيرة ومعطيات محمد امين بن هاشم. اما فريق الرجاء الرياضي اليوم اما يحقق الانتصار الثالث او الخساره الثانيه او التعادل الثاني. سننتظر معطيات هذا المقابله، لكن لا اظن بانها ستنتهي ب0-0. نشوفوا هذه المحاوله في ذات فريق اولمبيك اسفي، مطالبه بخطا. الحكم يقول ما كاينش هناك خطا. عظيم خضروف في وسط الميدان يبحث على الانسلال، وجد صعوبه كبيره في ذلك. تغطيه من محمد امين الصبار. جوج ديال الدقائق وقت مضاف شرح الحكم ديال هذه المواجهه. اذا سقوط لاعب محمد المرابط. شوف هذه اللقطه اللي كانوا طالبوا بخطا لاعبين ديال الفريق اولمبيك اسفي. اذا نطلب من الطاقم الطبي لفريق اولمبيك اسفي الدخول. الرجاء الرياضي في اسبوع او في اسابيع قليله ستتضح الصوره، لا على مستوى بيت فريق الرجاء الرياضي في انتظار جمع الفريق يوم 31، ولا كذلك لقاء امام فريق الزاناكو، ثم لقاءات حاسمه في الدوري الوطني الاحترافي. يعني كلها رهانات تنتظر البيت الرجاوي الذي يطمح أن يعود فريق الرجاء الرياضي لاستعادة العافية على مستوى بيته أكيد، ثم مواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها بالرغم من
الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق الأخضر، لكن النتائج تبقى مشرفة في انتظار إن شاء الله التأهل في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لدور مجموعات. رجاء رياضي النهضة البركانية في مل الوداد الرياضي والدفاع الحسني الجديدي. حضور موفق للفريق الأحمر وللفريق الدكالي للتأهل لدور المجموعات. اتضحت الصورة بالنسبة للفريقين معا في منافسات دوري الأبطال، فانتظار إن شاء الله كذلك لكل من رجاء الرياضي والنهضة البركانية. إذن آخر لحظات هذه المقابلة، الحكم محمد نحيح ينهي تفاصيل الجولة الأولى بالتعادل السلبي 0 مقابل